يغيب الدهر عن الحياة ولا يغيب الكيان عن الحياة. فكم من منادي بعودتك أيها الكيان، دموع وجفت في المدرجات، ألم تحن العودة؟ كم من حارس في المدرجات فاض به الاشتياق للعودة، فهل من عودة؟ الإسماعيلي يزد مباراة فاصلة في المجموعة ب وعلى استاد الإسماعيلية، مدرج مليان، مدرج ما بيفضاش. الاسماعيلي دخل ب 18 نقطة وزد ب 24 نقطة. شوط أول استحواذي الاسماعيلي أفضل نوعا ما، بس من غير خطورة، من غير أهداف، من غير متعة كروية. يعني من الآخر استحواذ مدرج، جمهور هو اللي بيلاعب، جمهور هو اللي بيتحكم في رتم الماتش. شوط تاني كارثي. احنا كجمهور ذنبنا نشوف العك الكروي ده ليه؟ انت حضرتك كلاعب كرة قدم ايه اللي ناقصك على ارض الملعب عشان تديني المستوى ده؟ جهاز فني للاسف، وده كلام ما كانش ينفع اتمنى اقوله. جمهور عملك مرشح لمجلس الشعب وليس جهاز فني لنادي بينزف. كفايه شو، كفايه صور، عايزين نشوف تطور. عايزين اوضه مغلقه يا فندم عشان تعكس على نتيجه ايجابيه في الملعب. حضرتك جاي تعيد ما تبقى من اداء للفريق. الجمهور اللي رايح وراك في كل مكان ده ما يستحقش الاداء ده. رساله لكل لاعب، لكل اللي في الجهاز، لكل اللي في النادي. الاسماعيلي مش بوابه شهره، يا تيجي تشتغل وتتعب وتوريني اداء، يا تسيب الشغلانه لغيرك.